كل سنة وانتم طيبين وبألف خير. رمضان كريم عليكم وعلى كل حبايبكم يا رب. النهاردة هعمل معاكم القطايف المقرمشة السهلة بطريقة اقتصادية وبسيطة كده بدون اي تعقيدات. اول حاجة كده ندخل على الشربات بتاعنا، لازم يكون بارد وتقيل. اول حاجة كده معايا كوبايتين من السكر، نفس الكوباية اللي بعاير بيها السكر هي الكوباية اللي بعاير بيها المية. كوبايتين من السكر عليهم كوبايتين الا ربع من المية زي ما انتم شايفين كده، ومعايا معلقه من عسل جلوكوز او العسل النحل زي ما انتم شايفين كده. وبعدين هحطهم على النار. اول ما يغلوا كده هحط عصير نص ليمونه ورشه فانيليا. بعد كده ندخل على مكونات القطايف، عجينه القطايف بتاعتي. معايا كوبايتين من الدقيق، وهي الكوبايه اللي بعاير بيها الدقيق هي الكوبايه اللي هعاير بيها الميه برضو بتاعتي. معايا كده كوبايتين من الدقيق منخولين كويس او دقيق كويس، نوع كويس كده. ومعايا كوبايتين من الميه الدافيه، لا ميه ساقعه ولا ميه سخنه، كوبايتين من الميه الدافيه. ومعايا كده يعني معلقه صغيره من الخميره الفوريه، ولو انت متاكده ان الخميره بتاعتك مش كويسه ممكن تحطيها في الميه الاول وتشوفيها تتفاعل ولا لا، بس انا الخميره بتاعتي كويسه. ومعايا ربع معلقه من البيكنج باودر وهنا اساسي، ومعلقه صغيره من النشا. ولو مش متوفر عندك نشا تمام، بس النشا هتخلي القطايف بتاعتك مقرمشه من بره كده وكريسبي وحاجه في منتهى الجمال. ومعايا رشه من السكر ومعلقه من اللبن البودر ومعلقتين من السكر. واللبن البودر مش اساسي، لو عايزه تستغني عنه تمام، بس هو بيعزز طعم العجينه بتاعت القطايف بتاعتي. ضربتها في الخلاط كويس جدا، وكده السيرب بتاعي جاهز. هنزله في قلب الطبق او بوله كده عندي لحد ما يبرد تماما. بعد كده العجينه بتاعتي سبتها لمده 10 دقايق ترتاح، وبعد ما ترتاح كده هشيلها زي ما انتم شايفين. افتح عليها كده واعمل بصباعي كده على المعلقه، لو لزقوا جنب بعض يبقى العجينه بتاعتي محتاجه شويه ميه. وبعد كده انا هنزلهم اصفيهم كويس جدا في المصفى، عشان لو في اي تكتلات او حاجه. انا عايزه الخليط بتاعي صافي كده وحلو ما فيهوش اي تكتلات، زي ما انتم شايفين برضو انا ضرباه كويس ما فيهوش اي تكتلات ولا اي حاجه. وكل شويه اقلب بالمعلقه كده. الجهاز بتاعي اللي هو لقمه القاضي دي انا او الزلابيه انا هعمل فيه. ممكن تعملي بالكبشه كده زي ما انا بعمل، او ممكن اي معلقه اي حاجه عندك انت حابه تعملي بيها، او ازازه كاتشب او ازازه عاديه زي ما انتم شايفين كده. انا هسخن الطاسه بتاعتي على درجه حراره يعني فوق المتوسط كده بشويه، عشان برضو الطاسه ما تتحرقش مني والقطايف ما تتحرقش زي ما انتم شايفين. وهنزل كده بالحجم اللي انا عايزاه، حجم صغير حجم متوسط بالحجم اللي احنا عايزينه زي ما انتم شايفين. ولو لقيتيها مفرغه قوي زي ما انتم شايفين يعني مفرغه اكتر من التفريغات دي، ممكن نزودها شويه ميه، بتبقى العجينه تقيله وعايزه شويه ميه. تقدري تعمليها الحجم الكبير الحجم الصغير، وتطلعيها على فوطه كده زي ما انتم شايفين عشان تفضل طريه وما تغطيهاش، لا نسيبها على الفوطه كده مفروده زي ما انتم شايفين كده. وطبعا عامله من جوه كده، من مفرغه من جوه كده وجميله، ومن ورا واخده اللون الحلو اللي احنا كلنا بنحبه، حاجه كده في منتهى الجمال. طبعا انت وانت واقفه كده بتاكليها اصلا من غير ما تحشيها، حاجه ما شاء الله عليها في منتهى الجمال. هعمل كل الكمية بتاعتي، وطبعا الكمية دي بتعمل لك يعني طبق قطايف محترم كده وحلو. تقدري تحضريها من بالليل وتقدميها تاني يوم مع الفطار، تقدري كده تعمليها بكل سهولة وتضاعفي الكمية. الحشو بتاعنا اقتصادي جدا، زبيب وجوز هند ورشة قرفة ومعلقة من العسل زي ما انتم متعودين ما بنعمله دايما على طول. هنفرغ كده الزبيب بتاعنا وجوز الهند، وممكن نحط سوداني او اي نوع مكسرات احنا حابينها، وممكن نحشيها نوتيلا او شوكولاتة او تمر اي نوع، وممكن كنافة متحمصة كده برضو اي نوع انت حباه. وان شاء الله نعمل معاكم كل الحشوات دي باذن الله. رشة من الفانيليا كده اللي بتنقل طعم الحشو في حتة تانية خالص. اقصد رشة من القرفة بتخلي طعم الحشو بتاعي في حتة تانية. وطبعا معلقتين كده من الشربات بتاعنا التقيل عشان يخلي الحشو بتاعي متماسك وما ينزلش من القطايف بتاعتي زي ما انتم شايفين كده.
وبكده الحشو بتاعي يكون جاهز معايا كده ومتماسك في نفسه كده، ومتأكد ان هو مش هيقع مني وانا بحشي القطايف بتاعتي. وكده خلاص. النونة بتاعتي هنا بتساعدني. وبجهز كده القطايف بتاعتي، بحطها على الفوطة وبحشيها كويس جدا، والقطايف بتاعتي بتمسك بكل سهولة، يعني مش بتفك مني ابدا خالص لو مشيتي بالخطوات اللي احنا بنعملها. وطبعا لا حطينا سميد بسبوسة ولا اي حاجة. عملته معاكم السنه اللي فاتت بسميد البسبوسه، السنه دي باذن الله عايزينه اقتصادي كده، وهي نفس النتيجه والطعم واحد، مفيش فيها اي كلام خالص. ولو حسيت ان هي مش بتمسك معاكي يعني تضغطي عليها جامد او تبليها ميه كده. وهنا الحشو بتاع القطايف بتاعتي كانت جاهزه، سواء كبيره او صغيره، في طاسه كده على النار. هحط كده مع الزيت الغزير بتاعي واسخنه كويس جدا، لازم يكون ساخن جدا، واحط القطايف بتاعتي. والقطايف بتاعتي ما بتكملش دقيقتين على النار، اقلبها كده وما نغمقهاش قوي، لان لما بتنزل في الشربات بتاعنا بتغمق. لازم تكون فاتحة عشان لما تنزل في الشربات بتغمق. وطبعا بطلعها على مصفى عشان تنزل كل الزيت اللي فيها، لان لو طلعتيها وما صفتيهاش من الزيت هتبقى طرية منك جدا. انت عايزاها مقرمشة، يبقى لازم تصفيها من الزيت كويس جدا، وننزلها في الشربات التقيل بتاعنا، الشربات التقيل كده زي ما انتوا شايفين. واصفيها برضو منه كويس جدا، ما سيبهاش في الشربات تقيل، عشان لو سيبناها في الشربات كتير هتبقى طريه منك جدا، وانا عايزاها مقرمشه وكريسبي كده. يبقى لازم نشيلها على طول، ما نكملش دقيقتين كده ونشيلها، اقل من دقيقتين كمان، يعني دقيقه واحده كفايه عليها كويس جدا. وهقلبها كويس كده، وهكمل بقيه الكميه بتاعتي كلها زي ما انتم شايفين. وطبعا هي عملت كميه كبيره غير اللي احنا اكلناه، يعني عملناها كده في الطاسه واكلناها، وغير اللي احنا طبعا بنعمله كده وبناكلها. حاجه كده تشرفك قدام حبايبك في رمضان، حاجه كده في منتهى الجمال، واقتصاديه وسهله وبسيطه، وكل مكوناتها متوفره عندنا في البيت. مش طبعا دلوقتي نروح نجيب طبق ب40 و50 جنيه، لا، هتعمليها بكل سهوله، مش هتكلفك اي حاجه خالص. وبكده القطايف بتاعتي كانت جاهزة، أنا عملتها من بالليل وقدمتها تاني يوم، مقرمشة وخطيرة وكريسبي من بره كده، وفي نفس الوقت طعمها بيدوب كده، حاجة كده في منتهى الجمال، والحشو بتاعي متماسك، يعني حاجة كده في منتهى الجمال. يا رب يكون الفيديو بتاعي يكون عجبكم، ما تنسوش اشتراككم في القناة وإعجابكم بالفيديو عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.